يا مساء الفل. في الحقيقة مونديال 2026 مش مجرد بطولة، دي نقطة تحول. اللي شفناه في ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك قلب موازين القوى وغير خريطة الكورة تماما. النهاردة هنحلل مين اللي سقط بضربة قاضية ومين اللي صعد عشان يكتب تاريخ جديد. أول حاجة لازم نعترف بيها إن في عمالقة خلصوا رصيدهم في 2026. بلجيكا، هولندا وألمانيا قدموا بطولة للنسيان. الجيل الحالي وصل لطريق مسدود، أما البرتغال فخروجهم من البطولة كان إعلان رسمي بانتهاء العصر الكلاسيكي للبرتغال، والوقت دلوقتي بيطالبهم بزلزال في التجديد. وعلى مستوى الأمريكتين مونديال 2026 كان كاشف لمشاكل كبيرة. الأرجنتين وعلى الرغم من التأهل، لكن بعد نشوة التتويج في آخر مونديال بدأت تعاني من تشبع واضح ونزول حاد في المنحنى. البرازيل رغم الموهبة لكنها فقدت الشخصية في المواعيد الكبيرة وبقت بتهبط لمستوى متوسط. وحتى الباراجواي اللي كانت بتراهن على ندية التصفيات بانت بوضوح إنها بعيدة عن منافسة الكبار في المونديال الأخير. لكن في المقابل 2026 ولدت لنا أبطال جدد. المغرب أثبتت إن اللي حصل قبل كده مش مجرد صدفة، وبقت رقم صعب في معادلة الكبار. مصر في المونديال ده قدمت مستوى خلى العالم كله يقف احتراما لطريقة لعبها وشخصية لاعبتها. النرويج بفضل هالاند والعمل الجماعي بقت بتهدد أي دفاع، وطبعا المكسيك اللي استغلت وجودها على أرضها وقدمت أداء تكتيكي أثبت إنها قوة صاعدة لازم تتحسب لها ألف حساب. وفي وسط التقلبات دي في 3 منتخبات أكدوا في 2026 إنهم ملوك اللعبة. إنجلترا قوة ضربة في كل مركز وسكواد رهيب ومرعب لأي منتخب مهما كانت قوته. فرنسا الماكينة اللي ما بيوقفهاش أي غيابات عشان عندهم لاعب زي مبابي وكمان عثمان ديمبلي. أما إسبانيا بتقدم كورة حديثة شاملة وممتعة وبتمتلك جيل شبابي هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي. ال3 دول دول هم الترند المستمر والضامن لمكانهم في القمة. 2026 رسمت خريطة جديدة والسنوات الجاية هنشوف فيها صراعات أقوى بكتير. يا ترى مين في المنتخبات الصاعدة دي هيكون هو البطل اللي جاي، ومين من المنتخبات اللي وقعت يقدر يعمل ريمونتادا تاريخية؟ اكتب لي توقعك في التعليقات وما تنساش المتابعة، اللايك والشير، واشوفكم في فكرة جديدة وفيديو جديد. سلام.